مدى اقدر يعني. Hello. What are you doing? I'm just fucking filming you, man. Okay. هسه وصلنا على أكثر محطة مزدحمة بكل كندا، واللي هي محطة يونيون ستيشن اللي موجودة بتورنتو. هذه اللي هو سي ان تاور. فخلينا هسه نروح على المكان اللي احنا جايين عليه، واللي هي تشاينا تاون. طبعا بكل مدينة بالعالم أو بكل دولة بالعالم موجودة اكو التشاينا تاون. فخلينا نشوف اللي بتورنتو هنا موجودة شلون صايرة. هسه أول شيء تسويه على مود تريد تتنقل داخل تورنتو، سواء إذا بالقطارات أو بالباصات أو بالترام أو أي شيء، لازم تروح تشتري من هذه الماشينز، تروح تشتري كارت واللي هو الكارت البريستو. فخلينا ناخذ واحد هسه. واول ما تبلش وتفوت للتشاينا تاون تشوف هذه الموسيقى مالتهم اللي الغريبه اللي هسه هو قاعد يعزفها. فمن هنا تعرف انه انت وصلت الى المكان الصحيح. المكان مزدحم بطريقه مو طبيعيه، يعني تشوفون هنا ازدحام وتحسون نفسكم كانما انتم بالصين. كل الموجودين هم اسيويين. ما اعرف، يمكن انا الوحيد اللي هنا اسوي شكلي عادي. يعني تدرون والله اذا نمت وهيك قعدت وما اعرف اني وين، وفتحت عيني شفت نفسي بهذا المكان، مستحيل اصدق انه انا موجود بكندا. الاسواق والاشياء اللي موجوده هنا، يعني حتى اسماء المحلات كلها تشوفوها كلها بالصيني. هاي المحفات اللي يبيعوها، هذه همينة واحدة من الشغلات المزعجة اللي موجودة عندهم، اللي هم يعلقون اللحم والدجاج بهاي الطريقة. اكو بيها خنزير همينة يجون يعلقوه بهاي الطريقة، بس اللحم بالذات علقوه على الباب. الطريقة تحسوها شوية بشعة يعني. بالتشاينا تاون أغلبية الأماكن اللي تلقوها موجودة هنا، حتى من ضمنها محلات الخضرة، تكون أرخص من بقية الأماكن، فلذلك تشوفون عليها هذا الازدحام، لأنه الناس تجي هنا تتسوق على مود أرخص لها. شوفوا ما تحسون مثل أسواقنا الشعبية اللي موجودة بالعراق أو بأي دولنا العربية، إنه هيك مبسطين بالشارع، وموجوده المحلات هيك يبيعون ملابس. هذا المكان الوحيد اللي تلقون به هذا الشيء موجود، هيك ملابس تنباع بالشارع او بهالطريقه هذه. ما اعرف، هيك مثل الاسواق الشعبيه اللي موجوده بالعراق او بالاردن او باي مكان عربي. وهنا وصلنا لهذا المكان اللي هو 100% كانما انت بدوله عربيه، او ذني المحلات اللي يبيعون الباله، بس هنا الاشياء جديده. فتشوفون فهنا تشوفون انه اللي يبيعون الملابس اللي موجوده. طبعا بعد الحلو بالصينيين انه كل شيء متفاعلين، يعني مجرد بس يباعون عليك يحبون يطلعون بالفيديو او هيك مرحين. يعني هذول 3 ب 12 دولار، يعني بس ناقص واحد يجي قاعد هنا يصيح حاجه بربع حاجه بربع، وتصير اصليه انت هنا بالعراق. هذا الرجال اشبه خطبه الجمعه بس بالصيني. فواقف هنا يدعي، ما اعرف اكو فد ديانه هم يعني يتبعوها، فهو قاعد يدعي لها. شوفوا اللي اكتشفته هنا، حتى الهوملس الموجودين يعني هنا مختلفين. حتى هنا اللي موجودين تلقوهم هنا صينيين. هسه مثل ما تشوفوه هم هنا صيني، لان المنطقه هنا اغلبيتها او مو اغلبيتها كلها صينيين. فتشوفون حتى اللي قاعد يعني يقدون هم هنا موجودين او صينيين. وترى لا عبالكم ان المدينه هاي صغيره، يعني المدينه كلش كبيره. التشاينا تاون هي قصدي يعني بشكل عام كلش كبيره، وازمه بشكل مو طبيعي. يعني ما اعرف، يمكن اليوم لان ويكند، بس المكان كلش ازدحام. وبعد هاي الفرق الطويله اللي افتريناها بالتشاينا تاون، هسه خلينا نروح نجرب واحد من اطيب المطاعم اللي موجوده هنا عندهم. فخلينا نشوف شنو طعمه، وخلينا نشوف شنو طعم الاكل الصيني. هذا المطعم اللي اخذت من عنده ماخذ احسن مطعم اسيوي بسنه 2022. فخلينا نبلش ونشوف شنو طعمه. طبعا هو دجاج وتجي عليه كاجو من فوق وخضار. فخلينا هيش ناخذ غرفة من عندها. واو والله طعمه طيب. الصوص
الصوص طيب وبيه حلاه همينه، بس كلش طيب. واو، ما توقعت بصراحة لهالدرجة راح يكون طيب، بس طبعا يعني والشوبستر متعذبني بالاكل. الخليطة بيناتهم كلش طيب، يعني الكاجو والخضار والدجاج تاكلوهم كلهم مرة واحدة وتحسون صدق الطعم طيب. مش قد نعطيه من 10، اعطيه 8 من 10. بصراحة دا اشوف طعمه طيب، نص الاكل وقابل قاب. بس لو منطيني خاشوقة مو احسن؟ هسه خلي اخلص اكل وارجع لكم. شغلة وحيدة بس اللي ما عجبتني بيه، اكو قطع زنجبيل بنص الاكل، ما اعرف ليش حاطيها. طعمها بصراحة ما راكب ويا الاطعمة الموجودة. فهاي الشغلة الوحيدة اللي ما طيب، بس بشكل عام كلش طيب. والله انتوا هسه شو تقولون، طيب لو ما طيب؟ وهيك وصلنا على نفس المحطة اللي جينا من عندها، فلهنا يا حبايب وينتهي الفيديو. اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، واذا عجبكم الفيديو وهيك كلش عجبكم يعني اكتبوا لي جوا بالكومنتات شنو الفيديوهات اللي عاجبكم نسويها الجاية. فاتمنى تكتبوا لي اقتراحات على مود نستمر ننزل فيديوهات. يعني بالفترة هاي ما دا اقدر يعني Hello. What are you doing? I'm just fucking filming you, man. اوكي. شوية هاي هنا بقى هاي السوالف اقول لكم عليها. شغلات تصير غريبة ما اعرف. بس هذا جلس بيه يقول لي بس دا اصورك. على شنو ما اعرف. فاستعدوا لاي شيء هنا. تشوفون اشياء كلش غريبة. ولهنا انا يا حبايب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي جوا بالكومنتات، واذا عندكم اي اقتراح الفيديو الثاني هم اكتبوا لي جوا بالكومنتات. اوكي؟ فلهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو يا حبايب. لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.